لو بدأنا نعدد فيه كم فخ بينصب حلال للشباب وكم تحدي يضطروا انهم يواجهوه في المستقبل القريب، لو فضلنا ماشيين على نفس النهج ده من ولا حاجة مش هنخلص. هحاول اتكلم في نقطتين سريعا حفاظا على وقتكم. من اكتر الحاجات اللي ممكن تفسد على الانسان حياته هو انه يكون عايش في جو من المتناقضات. من اهم المتناقضات اللي بتعتبر فخ كبير جدا هي فخ الدين والحداثة. كلنا عارفين ان الكل دلوقتي بيشجع على الحداثة والتوجه العام نحو الانفتاح وإدخال مفاهيم ومبادئ وأفكار جديدة على المجتمع الشرقي لا تتماشى إطلاقا مع الأصول والأعراف الشرقية. ولما الشاب يتمادى شوية مع الأفكار والمبادئ دي وبعدين ضميره يصحى ويزعل ويقول له كده ما ينفعش، يبدأ يفسر القيم الدينية حسب أهوائه بما يتماشى مع اللي نفسه فيه، بس لأن هو ده اللي ماشي. وده للأسف بيخلق عنده روح من تبسيط الخطأ والتفريط. ولو جيت تكلمه يقول لك هي يعني هتيجي عليا، ما الكل بيعمل كده. للأسف زي ما قلنا ده بيبسط عنده الخطأ أو بيخليه بعد كده لما يفوق يتعصب ويتحول ل 180 درجة، وده لأن مفيش عنده مرجعية دينية ولا قاعدة ثابتة يرجع لها. 2. فخ الفقر والغنى. هل احنا فعلا الدول اللي بتبني مباني شاهقة تليق بالمواطن وبالشكل العام للدولة أيا كانت لكنها بالملايين؟ ولا احنا الدول اللي فيها المواطن مش قادر ياكل لحمة مرة واحدة في الشهر؟ هل احنا الدول اللي بتستقطب اللاعبين والمغنيين والراقصين يلموا الملايين في ساعة؟ ولا احنا الدول اللي فيها الخريجين مش قادرين يلاقوا شغلانة فبيشتغلوا في أي مجال في أقصى الظروف في الحر والبرد بما لا يتعدى $70 في الشهر؟ أو مفيش عقل يقبل إن واحد ياخد 500,000 يورو على كل منشور وابن بلدك وقبيلتك مش لاقي مكان يسكنه ولا شغلانة يشتغلها. ولو قلت لي دي سياسة انفتاح واقتصاد حاجات انت مش فاهمها، هقول لك نفس التجربة اللي بتعملها دي الصين عملتها من حوالي 15 سنة وفشلت فشل ذريع. حتى الأندية أفلست ورجعوا تاني للتصنيع والتجارة. أقصى حاجة بفكر فيها لما تيجي فعلا نقطة يعني هي هتنتهي على كده، مش هنشوف اختراع ولا منتج يوحدنا، حاجة تبقى بتاعتنا احنا وبس، حاجة احنا بس اللي بنصنعها والعالم كله ما يعرفش عنها حاجة نتشهر بيها لما حد يقولك انت بتصدر ايه او انت ايه افادتك للعالم. هتنتهي على كده يعني. مش هنشوف مهرجان للعلماء ولا تكريم للأطباء والمهندسين وكل العلماء الاقتصاديين والسياسيين وكل الناس الكويسة اللي ناجحة في مجالاتها علشان بس ندي أمل للشباب والأطفال اللي بنحاول نعلمهم أي حاجة دول. مش هنعمل مؤتمر نلم فيه تبرعات للغارمات اللي مرميات في السجون علشان قسط تلاجة ولا علشان استلفت فلوس لدروس بنتها ومعرفتش تردها. مش هنعمل حاجة تدي أمل للشباب، الناس اللي بيقعدوا طول الليل يفكروا طب هعمل ايه في بكرة، طب هشتغل فين، طب هتجوز ازاي. يا جماعة فكروا في الشباب، بس لما تقوليش في مستقبل ايه من غير شباب ما عندوش انتماء ولا شايف بكرة. مستقبل كده كده جاي، بس جاي على اي شكل. مش هنسمع للعمالقة والاقتصاديين واهل العلم كل واحد في مجاله. مش هنسمع للناس الجهابزة اللي طلعوا بره وغيروا العالم. مش هينفع يعني ان احنا نعمل خير من غير ما نصوره. احنا ازاي تدنينا كده؟ ازاي كل ده حصل في وقت بسيط قوي كده؟ هل كل ده كان متخزن والناس يا دوب ما صدقت؟ يا جماعة احنا احسن من كده. يا جماعة كل واحد فعلا لازم يدور حواليه، لازم تقول الغلط لا. مش هنشوف يعني شركة اعلانات بدل ما بتجيب واحد مغني او رقاص وتديله ملايين علشان يزيد غنى فوق غناه، تروح تجيب اصحاب الهمم وتوفر لهم دخل شهري كل شهر. ولا هو يعني شوف انا جامد ازاي وجايب مين يعمل اعلان؟ يا عم خليك جامد برضو واعمل خير، الخير برضو الناس بتشوفه. انت شفت شركة اعلانات بتعمل اعلانات بالمبالغ الهائلة دي في اي دولة اوروبية او في امريكا؟ ليه مفيش مساواة؟ انا بقولكش ما تعملش للكورة ولا تعمل للغنى ولا تعمل حفلات للفن ولا اعمل اللي انت عاوزه، بس على الاقل يبقى في نفس الحاجة للاطباء والمهندسين والناس اللي اتعلمت والعمال والفلاحين، كل واحد يتكرم في مكانه. ما هي الدولة مش كلها معلش رقاصين ومغنيين، ما ينفعش يا جماعة كل ما تفتح الشاشة تبص تلاقي رقاصين ومغنيين. هتقنع الشباب والأطفال ازاي ان التعليم مهم ولا انك تقدر تعمل حاجة بالتعليم؟ سويسرا علشان اينشتاين قعد فيها سنتين راحوا عملوا متحف اينشتاين. سويسرا مساحتها لا تتعدى 5% من مساحة مصر، لكنك لو جيت تسأل الناس اقتصاد سويسرا قايم على ايه، معظم الناس هيقولك البنوك. وللأسف دي حاجة غلط، لأن البنوك بتيجي في المرتبة السابعة. سويسرا اقتصادها قائم على تصنيع الماكينات، على الفارم أول حاجة، وبعدين تصنيع الماكينات، وبعدين الشوكولاتة، وبعدين تصنيع الساعات، وبعدين السياحة. والبنوك بتيجي تقريبا في 7 أو 8 ترتيب. مجرد إن الواحد يتخيل إنها هتفضل كده للمغنيين والرقاصين بس وبتوع الكورة، للأسف حاجة صعبة جدا. تخيل إنها تفضل كده والأجيال دي ما تعرفش ولا تسمع حاجة عن إحنا اتخلقنا عشان نساعد بعض إزاي. تخيل لو فضلنا نستورد ما نصدرش.
وفي نفس الوقت تخيل لو فعلا بقى لينا منتجنا وحاجات بنصدرها، حاجات بسيطه. وانا لو سالتك يعني انت شايف الصين في اخر 10 15 سنه ايه اكبر منتج الصين صدرته ومشهوره بيه؟ للاسف هي ولا سيارات ولا تيل فرامل ولا ادوات ثقيله ولا اي حاجه من الحاجات التقيله دي. عارف، هي الاندومي. تخيل بس لو التغيير فعلا بدأ والافكار اتسمعت وكل واحد اتحط في مكانه، هنكون فين؟ تخيل بس لو ادينا التعليم اهتمام لمده 10 سنين هيخدمك لمده 200 سنه قدام. احنا اتكلمنا في نقطتين بس، لكن للاسف في نقط كتير جدا تعتبر كل واحده منها فخ كبير جدا بينصب للشباب العربي، زي الاعلام والثقافه الشعبيه، وكلنا شايفين التناقض الرهيب بين الاعلام والثقافه الشعبيه، زي التعليم وسوق العمل، زي الحريه الدينيه والسياسه، وغيرهم كتير جدا من الموضوعات. وارجع اقول المستقبل كده كده جاي، لكن جاي على اي شكل؟ جاي على شباب عنده انتماء ومرجعيه، ولا على شباب بيدور على اي فرصه علشان يطلع بره؟ ما اصلا ما فيش امل طول ما الاستاذ بتاع برنامج رواد الاعمال ما بيقول لصاحب الفكره ايه رايك تاخد المدام والولاد وتروح تقعد في هولندا وتنسى الفكره، وكاننا اتخلقنا بس علشان نصدر احسن ما فينا بره. مساء الفل.